اهلا بيكم يا رجاله في اول فيديو على القناه. الفيديو ده بدايه لحاجه كبيره قوي، مكان هنستعرض فيه اغرب واقوى التعديلات اللي ممكن تتخيلها لعربيات من كل الانواع. سواء كنت بتحب السرعه، الشكل الجذاب او الاداء العالي، القناه دي هتكون بيتك الجديد. هنبدا بتعديل من التعديلات اللي هتخليك تقول ازاي ده حصل. تخيل معايا كده عربيه ميني 1000 قديمه، اللي هي اصلا عربيه صغيره ولطيفه. شابين قرروا يحولوا العربيه دي لوحش على الطريق. الشباب دول قرروا يعملوا تعديل مجنون، شالوا الموتور الاصلي بتاع العربيه الميني 1000 وحطوا مكانه موتور موتوسيكل ياماها R1. بالظبط كده اللي سمعت. موتور الموتوسيكل ده واحد من اقوى الموتورات في فئته، بيطلع حوالي 180 حصان. العربيه الميني اصلا وزنها خفيف جدا، يعني انت متخيل القوه مع خفه الوزن دي هتخلي الميني وحش تحت رجليهم. الموضوع ما كانش سهل طبعا. لما تيجي تركب موتور موتوسيكل على العربيه لازم تعدل فيه حاجات كتير، زي الشاسيه عشان يستحمل القوه دي، ونظام التبريد عشان الموتور ما يسخنش بسرعه، وكمان لازم تظبط الجير بوكس عشان يتناسب مع الموتور. الشابين دول قعدوا شهور يشتغلوا على التعديل ده، والنتيجه سليبر كار شكلها بسيط من بره لكن ادائها هيحسسك انك راكب صاروخ. وتظبيط نظام العادم عشان تاخد صوت المحرك الاصلي، ونظام السسبنشن هنا متركب بطريقه رهيبه تخليك تاخد سسبنشن موتوسيكل عادي ويتركب بنفس الطريقه اللي في العربيات العاديه. والحقيقه مع كل ده مش هتحس انك واقف جنب موتوسيكل R1 خالص، لكن هو فعلا بس ماشي على 4 عجلات. واللي مميز التعديل ده انهم خلوا العربيه محافظه على شكلها الكلاسيكي من بره، ما تعرفش ان العربيه دي متعدله بالشكل ده، لكن اول ما يدوس بنزين الدنيا كلها بتتغير. الاداء بقى حاجه تانية خالص. نخش بقى على تاني تعديل في الفيديو ده، وبصراحة هو تعديل مش بس جنوني، ده ممكن نسميه مشروع خيالي. بنتكلم عن ماكلارين B1 من تعديل ميد مايك. مشروع عاد تعريف الأداء العالي والجمال. الفكرة هنا كانت في استخدام محرك روتري. المحركات الروترية معروفة بحجمها الصغير وقوتها العالية، لكن انك تحط 3 من المحركات الروتري في ماكلارين B1 ده مستوى جديد تماما من العبقرية. المحرك ده مش بس قوي لكنه خفيف جدا وبيساعد على تحسين توزيع الوزن في العربية، وده معناه اداء استثنائي في الزوايا وعلى الطرق المستقيمه. التعديلات مش واقفه عند المحرك بس. فريق ميد مايك اللي اشتغل على المشروع ده قرر يرفع مستوى الاداء بشكل عام. نظام التعليق تم تعديله بالكامل عشان يتناسب مع القوه الجديده، ونظام الايروداينامكس تم تحسينه. ولو بصينا على العربيه هتشوف فتحات الهواء في كل مكان. ونظام الاكزوست لو بصيت هتلاقيه طالع من المصابيح الخلفيه، حاجه في منتهى الجمال لما تشوف باك فاير بالشكل ده. طبعا كل ده مع تصميم مستوحى من فريق ريد بول اللي بيعكس روح السرعه والابداع. اما الصوت هنا قصة لوحدها. صوت المحرك الروتري بيعطي إحساس مختلف تماما، كأنه سيمفونية ميكانيكية. أول ما تدوس بنزين هتحس كأنك في سباق فورمولا 1 حرفيا. النتيجة النهائية عربية خارقة بكل المقاييس. جمال التصميم مع قوة الأداء بيخلي بروجكت ماكلارين B1 واحد من أروع التعديلات اللي ممكن تشوفها. ودلوقتي خلينا أسألك، انتوا مستعدين تشوفوا تعديلات تانية بنفس الجنون ده؟ على القناة دي هتشوف تعديلات لعربيات كلاسيكية، رياضية، وحتى عربيات عائلية ممكن تتحول لحاجة مدهشة. لو عندك أفكار أو شفت تعديلات جامدة ما تنساش تشاركها في التعليقات. ما تنسوش تعملوا لايك وتشيروا الفيديو لو عجبكم، وسبسكرايب عشان نبدأ رحلتنا مع أغرب وأقوى تعديلات العربيات. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.